هو مين قال إن الصلاة لازم تبقى طويلة عشان ربنا يسمعها؟ كتير مننا بيبقى فاكر إن عشان ربنا يسمع صلاتنا لازم تبقى طويلة أو نص ساعة أو ساعة. لكن هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ وهل ربنا فعلا مستني قدر معين من الكلام عشان يسمع صلاتنا؟ تخيل معايا موقف كده إن ابن دخل على أبوه الأوضة وقال له جملة واحدة بس: بابا، أنا تعبان. هل تفتكر إن الأب ممكن في اللحظة دي يقول له أنت ما اتكلمتش كفاية، أو عيط شوية كمان عقبال ما أجيلك؟ أكيد لأ. اللي هيحصل طبيعي في الموقف ده إن الأب هيقوم بسرعة يشوف ابنه إيه اللي تعبه. هي دي بالظبط فكرة قلب ربنا معانا. ربنا مش مستنيك تقول كلام كتير أو كلام بلغة معينة أو بالفصحى. ربنا مستنيك بس إنك تحسسه إن أنت عايزه. صدقني هو بيسمعك من غير حتى ما تقول كلمة واحدة. المسيح نفسه ذكر النقطة دي وقال: وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. يعني ربنا مش بيقولك أنا بعد عدد الجمل أو عدد الدقايق، لكن بيقولك إن هو بيحسب الصلاة بصدق القلب. وكمان لو شفنا صلاة العشار، كانت جملة بسيطة جدا اللي هي كانت بتقول: اللهم ارحمني أنا الخاطي. لكن المسيح نفسه قال عن الجملة دي إن هي كانت مقبولة عند الله أكتر من كلام كتير لكن من غير قلب. جرب النهاردة تصلي الصلاة السهمية من قلبك، زي يا رب يسوع المسيح رحمني، أو يا رب يسوع المسيح ساعدني. وخليك فاكر دايما إن الصلاة مش مجرد خطابة أو بلاغة، لكنها مجرد علاقة ما بينك وبين أبوك السماوي. لو حاسس إن مالكش مزاج أو مش قادر، قرر إنك تصلي حتى صلاة بسيطة، حتى لو قلت له يا رب ساعدني. وخليك فاكر إن ربنا دايما سامعك وحاسس بيك وفرحان بيك جدا. مين قال إن ربنا بيسمع بالكلام الكتير؟ الحقيقة إن ربنا بيسمع نبض قلبك قبل صوت لسانك، وأوقات كلمة واحدة طالعة من قلب صادق ممكن تغير حياتك كلها. أشوفكم الحلقة الجاية من مين قال، مع فكرة جديدة هنكتشف مع بعض حقيقتها.